هل انت فاكرة ان ابنك بقى قليل ادب؟ العلم بيقول حاجة تانية. السبب الاول الجزء في المخ اللي بيتحكم في المشاعر وردود الفعل والغضب وكل الحاجات دي مش مكتمل ومش بيكتمل قبل ما بين 25 سنة ل 30 سنة. يعني لما اي مراهق يعمل حاجة غلط او حاجة مش كويسة، ده مش عند، ده معناه ان عشان مخه لسه بيتكون. السبب التاني بيبقى بيدور على نفسه، عايز يعرف انا مين، انا عايز ايه، انا عايز اعمل ايه بالظبط. عشان كده بيرفض كلامك وبيجرب سلوكيات جديدة، مش عشان يزعلك، عشان يلاقي شخصيته. السبب الثالث وان في السن ده او في المرحلة دي بيدوا صحابهم اهمية اكبر من اهلهم او عيلتهم، وده طبيعي جدا. ده مش معناه ان انتي مش مهمة، ده جزء من الاستقلالية اللي هو محتاجها. السبب الرابع ان هو عايز يحس ان هو كبر وان هو حاسس بالاستقلالية اكتر عنك وعن باباه. والرفض بيبقى عادة ممكن يكون عن طريق ان يقولك مثلا انا خلاص كبرت، انا مش محتاجكم، انا محتاج اعمل حاجات مع نفسي اكتر. كل ده للأسف طبعا بيتعب الامهات عشان بيحسوا ان هم مرفوضين، وبتفتكر ان هي فشلت في تربية ولادها. لو عايزة تعرفي تتعاملي مع ولادك ازاي والتواصل ما بينك وما بينهم يكون احسن، اكتبي كلمة ويبينار في الكومنتس وهبعتلك كل التفاصيل على الفري ويبينار اللي هعمله.